كان في حالة بتعمل غسيل كلوي، كان تقريبا تاني أو تالت جلسة ليها. المهم إن جسمه زاد فجأة وجسمه حصل فيه تورمات كتير، والحاج أول ما دخل سألنا أنا حاسس إن جسمي زاد فجأة وحاسس إن وزني زاد وبتاع. فطبعا كان لازم نسأله أنت يا حاج ماشي على النظام الغذائي صح وقللت المية زي ما قلنا لك؟ طبعا رد وقال وأنا عطشان على طول والله ومش عارف إيه وما بشربش خالص وبتاع. فالمهم إن أنا سألته قلت له طب ما تعرفنا حاجة كده، يومك ماشي إزاي؟ إيه اللي بتشربه وإيه اللي بتاكله كده؟ المهم قال إيه بقى؟ شربت كوباية شاي الصبح أول ما صحيت، واتغديت طبق شوربة كده من اللي قلبك يحبه، وبعد الغدا حليت بطبق جيلي حلو كده، وبالليل العيال جابت ايس كريم فاكلت معاه. قلت له يا حاج انت كده منعت الميه من ناحيه ومن الناحيه الثانيه اكلت اكلات كلها ميه، وللاسف اللي حصل لك ده اديمه تورمات يعني بسبب الميه. هنا بقى في نقطه مهمه لازم نعرفها، لما وظائف الكلى بتضعف خصوصا لما بيحصل نقص في خروج البول بيبقى صعب على الجسم انه يخرج الميه والصوديوم الزياده، فساعتها ممكن يحصل زي ما حصل للحاج، السوائل بتتجمع وبيحصل تورمات وبترفع ضغط الدم وبتزود الحمل على القلب والرئه. علشان كده مريض الغسيل لو حصل له زياده في الوزن بين الجلستين في الغالب دي بتكون سوائل متجمعه، فلازم لما تيجي تحسب السوائل مش بتحسب بس كوبايه الميه اللي بتشربها، لازم كمان تحسب نسبه السوائل اللي موجوده في الاكل، وطبعا كميه السوائل المناسبه بتختلف من مريض للتاني.